أعزائي عزيزاتي، سلام الله عليكم أينما كنتم داخل المغرب وخارجه. اليوم جيت أعزائي باش نشاركوا الفرحة مع السيد البطل، السيد الحقوقي، سي المديمي، اللي خرج من السجن هنيئا له والحمد لله. يعني الظلم ما تيبغي حد، والظلم ظلمات يوم القيامة. وجميع جميع جميع يعني الفلاسفة وجميع العالم، جميع فلاسفة العالم، يعني منهم مسيحيين سواء الكاثوليكيين، ونحن لا نقول حتى المسلمين، بل المسلمون كلهم والديانة الإسلامية يعني حرمت الظلم. نعم والله الحروف تتبعثر في فمنا، لأن شفنا هذاك السيد كيبكي، وهذا ما غيحش به أي واحد. لا، وأنا اللي كنتكلم معكم زرت واحد السجين، هو زميل لنا، الله ينصره والله إن شاء الله يطلق سراحه، لأن بالفعل مظلوم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، حبذا أن يكون دائما مطلوب. نعم، كنترجاو أن يكون بحث عميق ودقيق، لأن الظلم لا تقبله يعني احنا بشر، حتى الحيوانات لا تقبل الظلم. الحيوان راه كنقولوا حتى الحيوان هذاك مخلوق. نعم. ويسجل هذا الحيوان. انا قرأت على واحد المؤلفات ديال سان جيرمان الفيلسوف الذي يعني دافع عن الحيوانات ودافع عن القردة، جميع الفقاريات اللي عندهم ديك لا كولوم فيرتبرال، يعني دافع عليهم بكل شراسة. حتى النوع ديال يعني الموقع ديالهم اللي كيباتوا فيه، كيفاش خصو يكون، يعني خص يكون فيه واحد، ما يكونش فيه تعدي. وأنا دائما سأدافع على المظلومين، وخصوصا هذا السيد الآن القابع في السجن، واللي قضى 26 سنة في الخدمة الفعلية، ليست بالسهل. نعم، وكنقول جميع الزملاء الحقيقيين والأخيار اللي عندهم ضمائر حية وأخلاق عالية، اللي عندهم واحد الجرعة ديال واحد الشهادة فيدلوا بها، فكاتم الشهادة قلبها آثم. نعم، كتعرفوا قصة الرشيد مع أبا العتاهية، اللي سجن أبا العتاهية، وهاد أبا العتاهية سجن ظلما، فكتب على حائط الحبس، الحائط ديال الحبس، يعني الغرفة اللي كان مسجون فيها، كتب واحد الكلام: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في المعاد إذا التقينا، غدا عند المليك من الظلوم. فالناس يعني هذاك الحارس على الغرفة، أو كنقولوا الحارس على السجين، أخبر الرشيد بذلك، فبكى بكاء مرا شديدا، ودعا أبا العتاهية فاستحل له، ووهب له 1000 دينار وأطلقه. الظلم لا يقبله. أنا كنقول لكم حتى الحشرات والحيوانات فعندها واحد الطريقة تنتقم لنفسها حينما تحس بالظلم. فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. نعم، قال لك: لا لذة تقابل بلذة من ينصر الحق. نعم، وعد الحر مثل سنته، فحذاري أن تظلموا، لأن الصدق دائما منجاة لأربابه. فهمتوني؟ فما أحسن الصدق بالدنيا لقائله، وأقبح الكذب عند الله والناس. هذا السيد قابع في السجن، وكنتمنى أن جميع الزملاء اللي عندهم واحد كما كنقولوا الغيرة عن الوطن، والغيرة عن التربة، وغيرة عن هذا البلد، فليتقدموا للشرطة القضائية. نعم، ويدلوا
حتى يتبين الصواب من الخطأ. وهذا الظلم راه كنقول لكم ظلمات القيامة. وصدقوني بأن الكذب لا يطول أجله. دابا المخيف بأن هذا السيد الآن اللي هو مسجون وقابع في السجن قضى في الخدمة الفعلية 26 سنة، وإحنا فقط نريد الشهادة. وهاد الشهادات الزوجة ديالو استخلصتها من بعض الزملاء، لكنهم أرادوا بها التلف وما خلوش الزوجة ديالو توصل بها، بل مزقوها أمامها. وهذا عيب ثم عيب، وهي لن تسمحكم وكنقول لكم جميع اللغات لن تسمح لكم. فهمتوني؟ لأن هذا السيد متربي وإنسان خلوق. لأن ما تقولوش بأنه ما عنده اللي دافع عليه، ما عنده، لا هناك دعوة المظلوم فإنها سريعة، فإن طلعت فجأة بالبلاء النازل تهبط وتنزل بالبلاء. فحذاري من هذا الظلم. والله فعندنا ملائكة تراقب كل شيء. وهنا سأستشهد بواحد القصة. كانت واحد القرية فيها ظلم كبير. الله سبحانه وتعالى أمر ملك بهلاك هذه القرية. فالملك طبعا تفقد أمر القرية ووجد بها رجل صالح. فرد على الله سبحانه وتعالى وقال له: إن بها رجل صالح. أتعرفون ماذا كان رد الله سبحانه وتعالى؟ قال له: ابتدئ به فهو الرجل الصالح، وابتدئ به. تعرفون لماذا؟ لأن الصلاح لا يكمل فقط في الصلاة وحتى الزكاة وحتى الصوم، لا، يكمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن الله سبحانه وتعالى ما كتخفاش عليه أي حاجة. فهمتوني؟ فإن الله هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، وعندنا كل شيء مكتوب في النص القرآني وفي الكتاب المقدس. فالله سبحانه وتعالى على علم بكل صغيرة وكبيرة بهذه القرية، ويعرف أن هذا رجل يصلي ويصوم. والملك رد على الله سبحانه وتعالى وقال له: إن بها رجل صالح. ومع ذلك الله أمره أن يبتدئ به. فهمتوني؟ لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وخصوصا إذا كان الظلم. لأن هذا النهي عن المنكر والأمر بالمعروف شنو كيتفشى عليه؟ يتفشى الصلاح، ونقضي على الفساد ونقضي على الدمار، لأن الفساد هو دمار للأمة. نعم أعزائي عزيزاتي، دائما سندافع عن هذا الشخص، وقلنا في جعبتنا لكي ما تبقاش عندنا واحد الوزر على أكتافنا، لأننا نعرف جيدا أن سنتحاسب على كل شيء، على كل صغيرة وكبيرة، وخصوصا الوزر على الأكتاف. نعم، فيا أيها الزملاء، حاولوا أن تقولوا ما في جعبتكم، فإننا طبعا مفارقون هذه الدنيا، وأول شيء سنتحاسب عليه هو هذاك الوزر، ولن نحمل معنا شيء، فقط ثوب أبيض ووزر على أكتافنا سنتحاسب عليه طبعا، وحفرة تنتظرنا. فحذار أن تحجبوا الشهادة. نعم، أقول قولي هذا والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، طب القلوب ودوائها، ونور العين وشفائها. نعم، نور العين وضيائها، وصحة الأجساد وشفائها.
أحبائي حبيباتي، أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاولوا أن تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع، وهذا فضلا وليس أمرا، حتى تعم الفائدة. ونحن هنا فقط لصحوة الضمير، الضمير ثم الضمير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.